السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة من البودكاست غندويو في إطار سلسلة العلاقات الأسرية، وغيكون عنوان الحلقة كيفاش نبرمجو شريك حياتنا سواء الزوج أو الزوجة. غنكتشفوا بعض الحيل والأسرار باش نطبقوهم في التعامل مع شريك الحياة، ونفهموا طريقة تفكير كل من الرجل والمرأة، حيث أي إنسان عنده طريقة تفكير مختلفة، خصوصا ملي كندويو على المرأة والرجل. اليوم غنفهموا هاد الفرق وكيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نقدروا نديروا ليه واحد البرمجة. ملي كتجي المرأة كتشكى لراجلها، هي ما باغاش يلقى ليها حلول. بزاف ديال الرجال كيسحب ليهم باللي المرأة ملي كتشكي عليهم راه كتبغي منه يلقى ليها حل، حيت على الراجل ديما تيفكر اذا كاينه مشكله كيخصها حل. هذه ديناميكيه عنده في عقله. ولكن غالبا المرأة كتشكى من 3 الحوايج، واللي هي اول حاجه ملي المرأة كتشكى بزاف هي راه محتاجه لواحد الاهتمام اللي كبير بزاف. تاني حاجه هي باغا اللي يسمع ليها والمشاكل اللي عندها. المرأة كترتاح ملي كتفرغ الضغوط ديالها كتر من راحة اللي غتلقى إلا لقات ليهم حل. ثالث حاجة اللي كتشكى المرأة بزاف فهي محتاجة لراجلها يحتويها. أكدت الدراسات العلمية باللي العيالات ولا النساء اللي عندهم نقص عاطفي كتزاد الرغبة ديالهم بالشكاوي بواحد النسبة كتفوت 40%. ولكن طبيعي العيالات ملي كيشكيو لرجالهم مباشرة كيعطوهم حلول، وإلا تصنتوا ليهم كيجاوبوهم بواحد الجواب اللي مختصر. هي ملي كيجاوبها جواب مختصر عقلها كيقول ليها باللي هاد الانسان اللي معاك راه ما مصوقش ليك وما كيهتمش بيك. ديناميكيه ديال المراه هاك ما عندنا ما نديرو ليها. وهذا الاختلاف في طريقه التفكير كيتسبب في مشاكل عائليه اللي كبيره. دابا ندوزو للراجل. الراجل ملي كيتشكى شنو كيوقع؟ ملي راجل كيشكي على مراتو شنو كيحتاج؟ ملي كيشكي راجل هو محتاج ل3 الحوايج. اول حاجه هو باغيك تحفزيه، حيت المرأة يمكن ليها تصنع واحد الرجل اللي عظيم بالتحفيز ديالها ليه. تاني حاجه راجل كيبغي المرأة تقويه وتذكره بالحوايج اللي داز منهم ومن الصعوبات والضغوطات اللي قدر ينقزها في الماضي. بهالطريقه راجل كيحس باللي هو قوي وقادر يكمل. ثالث حاجه كيحتاج راجل لمراتو تطمنه وتقول ليه كل شيء غيكون مزيان وبخير وعلى خير وكل شيء غيولي مزيان، وتقول ليه باللي انت قادر تنقزها كيف ما ديما. تقول ليه انا كنثق فيك وعارفه باللي انت قادر تقاوم اي حاجه كتدوز منها. هذا الاحساس اللي محتاج ليه راجل ملي كيشكي على مراته. ملي كل واحد في الزوجين كيفهم طريقة الآخر ويعاملوا بالطريقة اللي كتناسبه، غادي نبرمجو شريك الحياة على الحب والمودة وكاع الحوايج الزوينة. كاينه واحد القاعدة اللي بالنسبة لي أحسن قاعدة لبرمجة شريك الحياة، واللي هي طريقة الطفل الكبير. أي واحد فينا عنده الداخل ديالو واحد الطفل، ولكن هالطفل كبر مع الأيام. نقدروا نبرمجوه بهالطريقه. وكيفاش نطبقوها؟ هي نتعاملوا مع الزوج بهالطريقه. مثلا تجلسي معاه وتقول ليه انا عارفاك كتبغيني وكتهتم بيا وما كتخليني ناقصني والو، ولكن الا زدتي عطيتيني كتر من هاد الاحساس غنكون فرحانه كتر من هكا. هاد الطريقه كتحفز الانسان باش يعطي كتر. بحال المرأة كتخلي واحد البارتفاع على راجل كتخدم وكيولي يقول واش انا فعلا حنين، واش انا بصح كنهتم بيها، واش انا فعلا راجل مزيان ومتميز بالنسبه ليها. هنا كيشاهد وكيحاول ما يطيحش من البلاصه والمكان اللي حطيتيه فيها. بحال اللي كنديروا مع الوليدات الصغار ملي كنقولوا ليهم الا داو شي بسالات ولا شي حاجه كنقولوا ليهم اتونسيون الناس الكبار ما كيديروش البساله باش كيسمعوا لينا. حتى راجل خاصو يحفز المراه ويطبق هاد النظريه ويقول ليها مثلا طيابك زوين كيعجبني، الاهتمام ديالك ليا كيعجبني وكيزيد يخليني نبغيك، بلا ما طلب من المرأة دير شي حوايج ولا تفرضهم عليها. غير حاول تحفزها بالكلام الزوين وتخليها مميزة. بهالطريقة كتحطها في واحد المكان اللي هي ما كتبغيش تطيح منها.
وهاد الطريقة من أحسن الطرق باش تأثر في الناس الآخرين. مع الأسف بزاف ديال الأزواج كيسمعوا الناس ما عندهمش واحد المعرفة وما عندهمش واحد العلم بالعلاقات. مثلا المرأة كتسمع من جارتها ولا راجل كيسمع من صاحبه اللي ديجا مطلق المرأة الأولى والثانية والثالثة، ولا يسمع لواحد ما عندوش تجارب في طرق التعامل مع الزوجة. ملي كنلقاو أزواج كيسمعوا النصائح من عند ناس غير مؤهلين كيطبقوها، هنا كيوقعوا كوارث ومشاكل. بحال شي وحده كتنصح صاحبتها تقول ليها ديما خوي راجلك جيبو باش عمو يفكر يتزوج عليك، ولا راجل يقول ليه صاحبه ضرب مراتك راه العيالات كامونيين الا ما تحكوا ما تعطى ريحتهم، بين ليهم العين الحمراء باش تطيعك وتحترمك. نصيحه ما تسمعش النصيحة من عند واحد كيربي الدجاج وانت عندك الحمام. اما بديهي ماكلة الدجاج ماشي هي ماكلة الحمام، وطابية الدجاج ماشي هي طابية الحمام. هذا غير مثل، كل واحد والطابية ديالو. هكا التجارب، كل واحد وتجربته. عمكم تاخدوا تجارب الناس وتطبقوها عليكم. نعطيكم مثال، كاينين شي عيالات عزيز عليهم النظافة والطياب وكتكون مزوجة براجل بصاي، عزيز عليه يشوف الزين، يشوف ماتو نقية لابسة مزيان مقادة حالتها، هي عند بالها هدايا الواجب ديالها كله من طياب شقا نظافة كل شيء، ولكن في اعتقاده هو مقصر بزاف. ولا بحال شي راجل كيعطي لمراتو المصروف وزيادة على ذلك كيزيدها مصروف ديالها الشخصية، يعني مهلفة من ناحية المادة، ولكن هي ما بغاش الفلوس، بغا الاهتمام والحب. كتفضل الحاجة المعنوية على الحاجة المادية. ملي كتبغي توضح لي باللي هو مقصر في حقها، باش غيجاوبها؟ غيقول لها انا ما مقصره معاك في والو وما مخليك محتاجه والو، اللي حليتي عليها فمك كنعطيها لك. النظره ديالو هو مختلف على الاحتياج ديالها هي. هادشي علاش ملي نفهموا رغبات الزوج او الزوجه غادي نبنيو اسره زوينه وناجحه. وفي الاخير كنتمنى منكم تطبقوا هادشي باش تبرمجوا شريك حياتكم وتكونوا اسره ناجحه. وهادشي اللي بغينا الاسره تزيد لقدام وتخفض نسبه الطلاق، وحنا معكم في سلسلة العلاقات الأسرية والزوجية. كانت معكم كوثر من بودكاست جوج، والسلام عليكم.